اعملوا سيف حالا للوصفه دي عشان هقول لكم على احلى تتبيله للجمبري الكريسبي هتضيع ريحه الزفاره بتاعته تماما، والطبقه الخارجيه بتاعته لازقه فيه مش بتتحرك. سمعتوا صوت القرمشه عامل ازاي؟ وشايفين الطبقه بتاعته لازقه فيه ومش بتتحرك؟ ده جمبري حجمه كبير، وكمان لما نحط له الطبقه الخارجيه حجمه هيبقى اكبر كتير. تبلته بملح وفلفل وكمون وكزبره ناشفه وليمون وتوم. هقلبهم كده واسيبهم نص ساعه. التتبيله دي هتضيع زفاره السمك تماما. في بوله تانية عندي بيضه وملح وفلفل، ربع كوبايه من الدقيق وشويه ميه لحد ما تبقى معايا بالقوام ده بالظبط. الخلطه دي بقى هتخلي الجمبري يلزق في الطبقه الخارجيه بتاعته ومش هيتحرك. للطبقه الخارجيه استخدمت كريسبي من ماي واي بالثوم والكمون تحفه، وكمان عندهم خلطه بالشطه والليمون تنفع جدا للجمبري. هحط بقى الجمبري اللي تبلته نص ساعه كده واتاكدت ان اللحم بتاعه اتطعم تماما بالتتبيله، وبعد ما اقلبه في الخلطه دي هاخده واحطه في طبقه الكريسبي. هضغط كويس جدا على طبقه الكريسبي لحد ما تلزق فيه، وهدخله الفريزر ربع ساعه عشان يمسك نفسه، وهحمره بقى في زيت سخن. شايفين حجم الجمبري بقى كبير ازاي؟ اعملوا بيه احلى سندوتشات مع الجرجير بيكون تحفه. التتبيله مع خلطه الكريسبي اللي بالكمون والثوم ادوله طعم فظيع. جربوه بألف هنا وشفا.